النهاردة يا جماعة هنتكلم عن مقاتلات سلاح الجو الباكستاني. هنتكلم من أضعف مقاتلة لأقوى منيها، وهنتكلم برضه يا جماعة عن المقاتلة اللي بتمثل محلية الصنع الباكستانية. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. في المركز الثامن F7 زي ما بتسميها باكستان. المقاتلة دي يا جماعة دخلت الخدمة سنة 2002، وعددها في باكستان من 60 ل70 واحدة. وF7 هي مقاتلة اعتراض خفيف، ودورها الرئيسي اعتراض أهداف جوية سريعة، ومن أهم أسلحتها صواريخ جو قصيرة المدى. والنقاط القوية فيها إن المقاتلة دي بسيطة وفعالة في أدوار اعتراض تقليدية. باكستان فيها تراجع تدريجيا لصالح المقاتلات الحديثة، لكن هي مازالت بتستخدم في قطاعات الدفاع الجوي قصير المدى. في المركز السابع داسو ميراج 5. المقاتلة دي يا جماعة دخلت الخدمة سنة 1971، وعددها في باكستان 90 مقاتلة. وميراج 5 قاذفة قديمة، ودورها الرئيسي هجوم أرضي وضرب أهداف تكتيكية واعتراض. وأهم أسلحتها صواريخ جو قصيرة المدى، وهي قديمة لكن ما زالت في الخدمة للمهام التقليدية. في المركز السادس ميراج 3. ميراج 3 يا جماعة دخلت الخدمة سنة 1967، وعددها في باكستان 60 مقاتلة. وباكستان يا جماعة بتستخدمها في اعتراض جوي محدود، وضربات خاصة عالية الخطورة، ومهام دقيقة تعتمد على مهارة الطيارين. ومن أهم وأقوى أسلحتها ذخائر جو أرض دقيقة جدا. في المركز الخامس JF-17 بلوك 1. المقاتلة دي يا جماعة دخلت الخدمة سنة 2010، وعددها 40 مقاتلة. وباكستان بتستخدمها في الدفاع الجوي ومهام قتالية خفيفة، ودعم أرضي محدود، وتدريب قتالي متقدم جدا. وسياسة باكستان من ناحية المقاتلة ديت سد الفجوة العددية ناحية المقاتلة ديت، وإحلال الطيارات القديمة، وإن هي تكون أقل تكلفة في التشغيل. ومن أهم وأقوى أسلحتها قنابل موجهة. في المركز الرابع JF-17 بلوك 2. المقاتلة ديت يا جماعة دخلت الخدمة سنة 2015، يعني من 10 سنين، وعددها في باكستان من 50 ل60 مقاتلة. وباكستان بتستخدمها يا جماعة في القتال الجوي متوسط، مرافقة جوية وضربات أرضية تكتيكية، وفرض السيطرة الجوية محلية الصنع. وسياسة باكستان من ناحية المقاتلة ديت إن هي تكون العمود الفقري العددي، وتستخدم بأعداد كبيرة في الأيام يعني كتيرة. ومن أهم وأقوى أسلحتها صاروخ BL-12 قصير المدى. في المركز الثالث JF-17 بلوك 3. المقاتلة ديت يا جماعة دخلت الخدمة سنة 2023، وعددها من 30 مقاتلة، وهي في حالة تزايد كل شوية. وباكستان بتستخدمها في القتال الجوي بعيد المدى، ومواجهة مقاتلات زي مثلا الرافال والسوخوي 30 الهندية، واعتراض أهداف استراتيجية، والسيطرة الجوية في حرب طويلة. وسياسة باكستان من ناحية المقاتلة ديت إن هي تكون العمود مستقبل بديل استراتيجي للF-16. ومن أهم وأقوى أسلحتها صواريخ BL-15 بعيدة المدى. في المركز الثاني J-10C. المقاتلة ديت يا جماعة دخلت الخدمة سنة 2022، وعددها في باكستان حوالي 20 مقاتلة. وباكستان بتستخدمها يا جماعة في التطوق الجوي وقتال خارج مدى الرؤية، واعتراض استراتيجي بعيد المدى، وحماية العمق الجوي لباكستان. وأقوى أسلحتها صاروخ BL-15 بعيد المدى برضو. في المركز الأول